السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهات المطاعم، هنجرب فيه حاجات جديده نزلت من كنتاكي. اليومين دول كنتاكي منزل حاجات جديده وسندوتشات جديده وكذا بوكس كده جديد. فانا النهارده قلت اجرب اجدد 3 حاجات في كنتاكي. اول واحد نازل بقاله تقريبا شهر هو موتزاريلا برجر، وتاني حاجه هو بوكس عباره عن ريد هوت تويستر بوكس، يعني في سندوتش ريد هوت تويستر ومع ريزو ومعاه كول سلو وكذا حاجه كده. واجدد سندوتش بقى اللي تقريبا نازل بقاله يومين او 3 هو كانتو، واللي هو لما شفت سعره يعني 39 جنيه استغربت، قلت ازاي حاجه يعني في كنتاكي ب 39 جنيه؟ فقلت لازم يعني اجربه واشوف حكايته ايه. خلينا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى، ويلا بينا نبدا. طيب ده الاوردر، تعال نشوف بقى ايه اللي جوه الاوردر. اول حاجه كول سلو بس تقريبا حجم صغير، تاني حاجه سندوتش ريد هوت تويستر، تالت حاجه سندوتش صغير مش عارف ليه صغير كده، تقريبا هو ده كان تو بس حجمه يعني صغير قوي. وده السندوتش الموتزاريلا برجر، وجايبين هنا بوكس فيه هنا الريزو، وجايبين قطعه فراخ وكيسين كاتشب ومنديل ومعلقه، وطبعا البيبسي. تعالوا بقى نجربهم واحد واحد. تعالوا اول حاجه نجربها هو الموتزاريلا برجر. نجيب بس الطبق كده عشان نفرده عليه ونشوفوا ايه مكوناته. اول حاجه سعر سندوتش الموتزاريلا برجر هو 115، فمش عارف، حاسه شكله غالي قوي مش عارف ليه، بس يعني هنشوف بقى يستاهل السعر ده ولا لا. بس نفتح السندوتش كده الاول. طيب اول حاجه شفتها هي قطعه الفراخ، عباره عن برجر فراخ كده وحاطين تركي، وهنا قطعه موتزاريلا كده مقليه شبه البرجر، وحاطين خس وصوص ابيض كده. لما ندوق بقى هنعرف هو صوص ايه، بس هو بصراحه يعني غرقان صوص، فدي حاجه مبشره. طيب بقى تعالوا بقى ما نضيعش وقت ونجرب على طول. موتزاريلا برجر بسعر 115. بسم الله. طيب هو طعمه حلو جدا يعني، وغرقان صوص، والصوص كده مخليه يعني تقريبا زي ما بتقولوا جوسي، طري كده، ويخليك ايه ما مش ناشف في بقك، تعرف تاكله يعني. انا عايز بس اوريكم قطعه الموتزاريلا كده، شوفها مثلا بتشد ولا لا كده. ده شكل قطعه الموتزاريلا قطعه كده، ما شدتش، بس يعني قطعه الموتزاريلا بصراحه عامله شغل حلو فيه. وكمان بقى لو بتاكله اول ما يبقى سخن كده ويبقى لسه معمول هيبقى حاجه تانية. وبرده هنا العيش كويس وطري يعني لسه فريش، وتتبيله الفراخ تتبيله حلوه طبعا، تتبيله KFC المعروفه، فلا عجبني وهديله 9 من 10. بس يعني السعر شايف انه 115 يعني ايه غالي شويه، ممكن اختلف عليه شويه، بس هو كطعم سندوتش يعني عجبني. تعالوا بقى نشوف اللي بعده. تعالوا بقى ناخد تاني حاجه هو الريد هوت تويستر بوكس. اول حاجه سندوتش الريد تويستر، تاني حاجه ريزو، تالت حاجه قطعه فراخ، رابع حاجه كول سلو، وطبعا كيسين كاتشب، واخر حاجه هنا بيبسي تقريبا اللي هي 350 مللي. طيب ده كده عباره عن الريد هوت تويستر بوكس وبسعر 135 جنيه. تعالوا بقى نجربهم حاجه حاجه. مثلا نجرب اول حاجه الريزو، نفتحه كده. هنا ريزو ساده، ريحته كلها تقريبا عباره عن بصل بودر بس. خلينا ندوق. بسم الله. حلو، متبل كويس وسوا مظبوط، التوابل فيه واضحه وطعمها حلو. هو في توابل اكتر من البصل بودر بس هو البصل البودر هو الطعم اللي باين فيه اكتر. حلو وعجبني، ولو مثلا هقيمه بالارقام هديله 9 من 10. نقفله بقى كده، نركنه على جنب، وناخد مثلا كول سلو. كول سلو بقى من KFC، دي اكتر حاجه بحبها يعني. انا لو رحت مثلا خدت كول سلو بس من KFC هبقى مبسوط وتمام يعني ومتكيف. بسم الله. بصراحة 10/10 ما فيهاش غلط يعني. كل سلو من KFC بصراحة بالنسبة لي خير التقييم، لو كلتها في أي وقت هتاخد 10/10 على طول. طب احنا بقى عمالين ناكل فريز وكل سلو، وعايزين بقى نخش في الحاجات التقيلة. مثلا نجرب قطعة الفراخ. مبدئيا قطعة الفراخ اللي بتيجي مع البوكس المفروض زي ما هم قايلين دبوس. فأنا لما سألتهم في المطعم هل ينفع أبدل الدبوس بصدر يعني، أو أقدر أختار القطعة اللي أنا عايزها، قالوا لي لا، هي المفروض هي دبوس، بس بصراحة كتر خيرها يعني. قالت لي لو الصدر متوفر هحطهولك يعني، فهي جت صدر اهي، فدي حاجة كويسة وشكرا ليها يعني. تعالوا بقى ايه نفتحها كده من النص، نفتح كده. هنا شايفين السبايس داخل جوه الصدر، فدي حاجة كويسة. ندوق بقى كده. بسم الله. تتبيلته كويسة والفراخ نضيفة وما فيهاش زفارة. هو يعني المفروض ان الزفارة ما بتبانش قوي في الصدر يعني، الاكتر بتبان في الورك، بس هي بصراحة الفراخ طعمها حلوة ونضيفة وبيضة وزي الفل. برضه لو هقيم قطعة الفراخ هديها 9 من 10. نركنها بقى على جنب كده، ونجيب الطبق ونجيب السندوتش الريد هوت تويستر. نفتح بقى السندوتش كده. هنا بقى السندوتش عبارة عن قطعتين ستريبس كده سبايسي، وعليه بطاطس وخس وغرقان صوص سبايسي، فمن شكله كده يعني يدي ان هو مشطشط جامد، فربنا يستر. هنا بس نقسمه نصين كده عشان نعرف ناكل. سندوتش ريد هوت تويستر. بسم الله.
طعم حلو جدا نفس تتبيله الفراخ، بس بالنسبه لي حراق قوي يعني، وانا ما بحبش الحراق خالص يعني، ماليش تقل قوي على الحاجات المشطشطه. بس هو في المجمل كويس. هش التورتيه هنا طري وكويس وطعمه حلو، بس هو حلو وعجبني فيه اضافه الخس بصراحه، يعني ايه كسرت الطعم شويه. احترم قوي اللي بيحط خس مثلا او خيار مخلل في اي سندوتش، سواء بطاطس سوري او اي مطعم سوري او اي سندوتش فيه فراخ او بطاطس. بحس ان الخس هنا بيكسر الطعم، فبيخلي السندوتش فيه كذا طعم كده وبيبقى متكامل. فهياخد 8 من 10. تعالى بقى ايه نبلع ببيبسي كده. تعالى بقى نشوف ايه حكايه الكنتوج. تعالى بقى نشوف السندوتش اللي نازل تقريبا بقاله يومين او 3 مش اكتر من كده يعني. هو كنتوج. نجيب بس الطبق كده زي ما كنت متوقع. هنا الحجم صغير خالص، هو يعني باين من اسمه كنتوك يعني ايه يوحي ان هو حاجه صغيره، بس يعني على قد سعره بالنسبه للمطاعم الكي اف سي وماكدونالدز والحاجات دي. 39 جنيه مش موجوده كتير يعني. نفتح برضه السندوتش كده. هنا بقى في قطعتين ستريبس كده وفلفل هالابينو وخس وصوص سبايسي وطبعا العيش. تعالوا بقى ندوق كنتوك بسعر 39 جنيه. بسم الله. سيمبل مفيهوش افتكاسات كتير. هنا تقريبا يعني بيقول لك لو انت معكش فلوس وعايز تقول ان انت اكلت من كي اف سي وكده، تعالى انا عامل لك سندوتش ب 39 جنيه مش ما اكلت من كي اف سي. فطعمه كويس يعني، طعم الفراخ والتتبيله هي وبس. هنا السبايسي زياده سنه، هو بس ما فيش منه غير سبايسي، ما فيش منه اوريجينال، هو سبايسي بس. مش زي باقي يعني السندوتشات تختار اوريجينال او سبايسي. بس هو برده شطه اوفر بصراحه يعني. انا بالنسبه لي انا مش هحبه قوي لان هو بيبقى مشطشط قوي، بس الناس اللي بتحب الشطه وكده لا هيعجبهم قوي. بس اظن يعني واحد ما يشبعش يعني، ممكن تاكل منه 2 او 3، ده يعني اقل حاجه. فكده كنتوج من كي اف سي بسعر 39 جنيه هياخد 8 من 10. تعالوا بقى ننهي الفيديو. بس كده ده كان فيديو سريع كده خفيف عن الحاجات الجديده اللي نزل من كي اف سي. طبعا انتوا عارفين اول ما بتنزل حاجه جديده بروح جايبها على طول عشان اجربها كده وتشوفوا ايه لو حد عايز يشتريها ولا لا. فتقييمي بقى للحاجات اللي جت لا بصراحه حلوه يعني. كعاده كي اف سي، كي اف سي طبعا ايه جه عليه وقت كده ما كانش كويس، بس هو رجع يعني تاني وبدا يعمل حاجات حلوه. ففي المجمل يعني اتبسطت بالفيديو. ويا رب انتوا كمان يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في الصنع المحتوى. وبس كده، سلام.